يا مساء الفل. هنا بقى كنت جبت رز، حطيت عليه الخضره. انا بحب الرز بغلفه بالخضره بالزيت الاول، بجد بيودي المحشي في حته تانية. ده رز للمحشي بتنجان وفلفل بسيط وكرنب ورق عنب، الخلطه واحده. حطيت الكرنب، وده ورق العنب لسه كانت هيتلف. طبعا هحط الخلطه. الناس اللي كانت بتسال على البومبار وصل، هحشي معاكم. والناس اللي كانت بتسال على الحمام، متاح حمام من النهارده ان شاء الله. الفيديو ده هحاول انزله النهارده عشان الناس اللي عايزاه بكره. هنا بقى جهزت الخلطه اهي بتاعت المحشي، حطيت عليها بقى الخلطه ولونها احمر وتحفه، بس هي الكاميرا مش عارفه موضحاه كده ليه. هحط بقى الاول احشي البتنجان والكرنب، وبعد كده ورق العنب ووريهولكم. كده جهزت البومبار، انا حطيت نص كيمه بتسلق، وده بقيه الكميه هسلقها برضو. وده المحشي اهوت. انا بحب لما يبقى عامل بتنجان بس، بحب احشيه تحت ورق العنب. عايزه اقول لكم البتنجان ما بيطريش ويبقى حلو قوي. وادي ورق العنب خالص. اللي في ايدي ده يا جماعه والله عشان على نضافه الرمان، لكن يعني ايدي نضيفه، بس هو مطرح تنظيف الرمان غمق كده، مش عارفه اعمل ايه. اللي يعرف حل يا ريت يقول لي، بس انا ده ايدي باظت بقى منظرها مجرب. وده البومبار اللي هيتحمر ليها، وده بومبار بس يعني مطلوب بس بكره، فحطيته في اكياس عشان بكره هحمره واحطه في الاطباق بتاعته. وده كرنب وفلفل، وده البانيه متدبل. يلا بقى ايه اسوي المحشي وابدا ايه احمر وابدا في الاكل. كنت دبلت البانيه في الفيجيتار، بسم الله ما شاء الله، حته البانيه والبمبار حمرته، مستنيه بس ينزل الزيت. انا مش عارفه امسكه عشان ايدي كلها فيجيتار، بس هو بصوا اللي بيتكلم عن نفسه يعني. كاميرا مغمقه ومفتحه، بصوا ده بجد بألف هنا والشفا لاصحابه. وده البانيه، ويجي البمبار قسمتوله على طبقين، وده كان نص كرنب، فانا وزعتهولها بقى بالشكل ده، بدل ما احط كل حاجه لوحدها لا قسمتهولها على 3 اطباق. ورق عنب ورق عنب ورق عنب، وهي طالبه بتنجان، وبرضه حاطه لها هنا اهي كرنب اهوت والبتنجان. وبألف هنا وشفا كده هلفهم وهما جاهزين.